قد يكون هذا شيء غريب. لا تقرأ كتاب ولا تشغل نفسك بكمبيوتر، هذا للعلم. تريد أن تصلح نفسك، أنت تحتاج إلى جلسة إيمانية بينك وبين ربك. من لم يعرف شيء من قيام الليل لا تصلح له النفس على الإطلاق، لأن الشيطان ما ينكهر ولا يبدأ ينسحب إلا إذا رآك في محراب الطاعة. لابد أن يكون لك شيء من قيام الليل، لابد يكون لك شيء من الركوع، لابد يكون لك شيء من السجود وإطالة السجود والبكاء والخشوع مع الله، وخروج من أنانيتك. شوف نفسك كبير، اسكت واخشع وابكي، وخاطب مولاك كما تخاطب أي محبوب. خاطب من تحب. ممكن يجلس إنسان مع حبيبه ساعات وهو مستأنس، اجلس مع ربك ساعات. خاطب مولاك ربع ساعة. انظر كيف لما تخرج من هذه الجلسة الإيمانية بطاقة جديدة، براحة جديدة. انظروا رمضان وعطاء الله تعالى فيه لأجل يساعدنا على السيطرة على